البيت العتيق اللي على جنب الطريق، الأولد هاوس مثل ما مبين قدامنا على القارمة، بيت سليمان ابن مخول الحلو. هالبيت حسب معلومات أهله تعمر بال1890 زائد ناقص كم سنة هيك شيء. سليمان الحلو كان يتاجر بالحبوب، وكان عنده هوس أو محبة للعلم كتير بهاك الأيام، لهيك علم أولاده كلنا بمدارس خاصة، بعتن على حما وبعدين على بيروت. أولاده هني ميشيل سليمان وسميح سليمان ونقولا وجميل، هني كلن هدول بعدين بعد ما تعلموا اشتغلوا بشركة الاي بي سي، وسميح كان مدير إقليمي يمكن، وكان وساعده كتير من أهل المشتى أنهم يتوظفوا بهالشركة. في ابنه لسليمان الحلو الصغير درس طب بألمانيا اللي هو الدكتور ورد. سليمان الحلو نفسه كان إذا واحد انكسر من التجار أو من أولاد المنطقة كان يوقف جنبه ويساعده. هلأ البيت هذا آخر ناس سكنوه هني بيت جميل سليمان، ضل لفترة طويلة مسكون، وبعد ما انتقلوا على بيتن جديد اللي عمروه أو كل واحد منا عمر بيت من أولاد جميل، حولوه لكافتيريا تراثية هيك عتيقة وسموه البيت العتيق أو الأولد هاوس. هلأ في صور نحن رح نشوفها موجودة بقلب هالبيت اللي هو كله ناطر عقد. رح نفرجيكم الصورة القديمة ورح نفرجيكم الصورة الحالية هلأ. هاي الساحة القديمة هون قدام دكان جبر المرشد، وجنب منه كراج البوسطة تبع طرابلس والقبوي تبع لبس الحلو. وهلأ هذا نفس المشهد جديد هون. وهي جميل سليمان، هذه الصورة قدام بدري الحلو عند الأرميدي. هلا هذه بمناسبة عيد الوحدة، يمكن يا سنة 59 يا سنة 60، بنفس الشيء قدام بيت جميل سليمان. هذا المشهد جديد إله. هون المدخل الغربي لساحة المشتى كمان نفس الشيء، حاطين علم الوحدة، يعني صاب بيت الدكتور فايز، نفس المنظر اللي قدامنا هلا بس تغير كتير. وهي ساحة المشتى باتجاه بيت إبراهيم الخليل، يعني بيت جبر الحلو، من قدام دكان ستالين، ومبينين الجمال من الغرب قاعدين بالساحة. هذه هي نفسها. وهذه كانت حكاية بيت من بيوت المشتى العتيقة. منلاقيكم فيديو تاني إن شاء الله. تضلوا بخير.